أنا أريد أن أسألك سؤالا واحدا. إذا كان حول الموضوع فلك أن تسأله. نعم حول الموضوع. بالخدمة. نعم حول الموضوع. نعم. ما تنسبه لعمر. نعم. أريد منك أن تثبته بنص صحيح صريح. أنا أثبت ذلك بنصوص كثيرة. لا أن تثبته من كلام الرجال. أثبت ذلك بأسانيد كثيرة وبتصريحات علمائكم، فعليك. لا أريد التصريحات. لا أريد التصريحات. هذا تصريح، هذا يكفي للعقلاء. أريد رواية صحيحة. الروايات علمائكم. ومن هو أكبر من ابن تيمية؟ من أكبر من الذهبي؟ إن الذهبي أعلم علمائكم في الرجال وفي معرفة الروايات صحيحة من سقيمها. دقيقة. ابن تيمية هو من أشد الناس تعصبا على الشيعة، فهو يعترف بذلك، فماذا بقي بعد ذلك مجال؟ كل هذا ليس بصحيح. ليس بصحيح. لا أنا أريد منك أن تثبت رواية صحيحة. أنا أثبت ذلك. أنا أثبت ذلك. رواية صحيحة أنا أثبت ذلك وتكلمت حول ذلك ساعة طويلة، وأثبت لكم على الأقل 15 مصدر في الحلقة السابقة وهذه. فقل لي أيها لا تقبل؟ أيها لا تقبل؟ ثم إنك يعني أنت تقول العكبري يعني شارح ديوان أبي الطيب المتنبي. هل هذا ديوان المتنبي هذا بلي شعر العرب، ديوان العرب، شعر العرب، تاريخ العرب. وإن شارحه أبو البقاع العكبري من كبار علمائكم، وابن تيمية من كبار علمائكم، والذهبي من كبار علمائكم. أقوال هؤلاء حجة عليكم. لو كنت أمام قاض من قضاة الدنيا، من قضاة وإن لا قيمة ولا قيمة للرجال، ولا قيمة للرجال وللأسانيد. وقلت لكم لا قيمة للرجال والأسانيد طالما أنتم توثقون النواصب. إن النواصب الله أشهد بأنهم الكاذبون، فكيف أنتم توثقونهم؟ قولوا لي. إن مروان بن الحكم بإجماع العلماء قاتل طلحة، فكيف أصبح ثقة؟ أنا أتحداك أن تثبت لي رواية صحيحة. أنا أقول لك إن صحة الروايات، تصحيح الروايات عندكم. أنا أقول إن تصحيح الروايات عندكم بالرجال الذين وثقتموه، وهذا العلم عندكم مجروح بنفسه، وهذا علم خاطئ. وهذا إنكم أنت دقق في كلامي يا شيخ. إنكم وثقتم طلحة، قاتل طلحة مروان بن الحكم. فقل لي إذا كان قاتل طلحة مروان بن الحكم ثقة، فماذا بقي وهو ثقة بإجماع علمائكم بالإجماع. فقولوا لي فما يبقى من الاعتماد على علم الرجال عندكم؟ كيف تثبت بأن عمر من خلال هؤلاء الرواد بالمسانيد التي أثبتناك خلال هذه الساعة؟ تكلمت ساعة ونصف، وتكلمت بارحة ساعة كاملة، ساعة ونصف وساعة، وبعد ذلك تقول من أين تثبت؟ تعال رد علي واحدا شاهدا. رد علي. إن هذا لا يصبح دليلا، إن هذا لا يصبح دليلا، إن هذا لا يصبح دليلا. قولوا لي. وهذا البخاري، وهذا هو البخاري يروي. هذا البخاري صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، طبع دار إحياء التراث العربي سنة 1422. أثبت لكم مرارا وكرانا. بعد ذلك يقول أثبت لي مرة أخرى. جيد. صفحة 47 كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم الرواية 114. قال ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. إن النبي غلبه الوجع ليس إلا عبارة أخرى عن إنه يهدي، لأنه أراد البخاري الكتمان على طعن عمر بن الخطاب، لأنه هذا مذهبه إنه يروي بالمعاني ولا يراعي اللفظ، كما صرح عليه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري.
في هدي الساري أريناكم بالبارحة. أين راح هدي الساري؟ هذا هو هدي الساري. هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني، طبع دار الفكر، سنة 1429. بل قال محمد بن أزهر السجستاني: كنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا يكتب، فقيل لبعضهم: ما له لا يكتب؟ قال: يرجع إلى بخارى ويكتب من حفظه. هذا في هذا المقام. وقال: وقال فتح الباري ابن حجر العسقلاني، عفوا، فتح الباري الجزء الثامن للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تبع دار الفكر، سنة 1428، دار الفكر، بيروت، لبنان. إن البخاري كتبه من حفظه، صفحة 130. إن البخاري كتبه من حفظه ولم يراعي اللفظ كما عرف من مذهبه في تجويز ذلك، فإن مذهبه هو عدم مراعاة اللفظ. فإنه مذهبه عدم مراعاة اللفظ. فإنه إن النبي غلبه الوجاع، عبارة أخرى أن الرجل لا يهجر، وحسبنا كتاب الله. إن حسبنا كتاب الله هو إنكار السنة. ماذا تقولون اليوم إذا قال لك لا شغل لنا بالأحاديث، حسبنا كتاب الله؟ ماذا تقولون له؟ سميتم أنفسكم أهل السنة. هذا كتاب السنن الكبرى للنسائي. الجزء الخامس، طبعه 1421. في هذا الكتاب نراجع صفحة 368. عن ابي زبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا بصحيفة في مرضه ليكتب فيها كتابا لأمته لا يضلون بعده ولا يضلون، وكان في البيت لغط، وتكلم عمر فتركه. وتكلم عمر، هذا هو نفس شعيب بن أحمد بن شعيب النسائي الذي قتلتموه بسبب إنه لم يروي شيئا في فضائل معاوية كما بينت اليوم، فكيف تتوقعون منه وإنه يروي شيئا في طعن عمر بل كفر عمر؟ فإنه تكلم عمر، هذا صريح الكلام. ما هي لماذا لا يقول ما هو الكلام؟ يخاف على نفسه. هذا منهاج السنة لابن تيمية شيخكم الأكبر. منهاج السنة لشيخكم ابن تيمية الحراني، الجزء الثالث. يريد مرة أخرى نثبت له في تقي الدين ابن تيمية، سنة الطباعة 2009.
الوجه الثالث: إن الذي وقع في مرضه كان من أهون الأشياء وأبينها، وقد ثبت في الصحيح أنه قال لعائشة في مرضه: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي. ثم قال: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فلما كان يوم الخميس هم أن يكتب كتابا، فقال عمر: ما له أهجر؟ فشك عمر هل هذا القول من هجر الحمى أو هو مما يقول على عادته؟ فإن كان كاذبا فلماذا سميتموه شيخ الإسلام؟ إذا كان هو كاذب فلماذا سميتموه شيخ الإسلام؟ فإذا كان ليس بكاذب فهذا حجة عليكم، ولا قيمة للرجال والأسانيد عندكم، فقد هذا للفرار لكم عن ماذا؟ عن مطاعن عمر وكفر عائشة. الإسناد إنكم توثقون. لماذا قل لي هذا بعد أنا آتيك بالسند. لماذا توثقون النواصب؟ النواصب هم الذين ينسبون العدالة لأمير المؤمنين عليه السلام. وعلامة النفاق: لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق هو الذي ينسب العدالة لأمير المؤمنين عليه السلام. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. توثقون من الله شهد على أنهم كاذبون؟ توثقون من الله شهد على أنهم الكاذبون؟ فبعد ذلك نعم لك حق أن تطالبني بالسند، طالما التوثيق والتعديل بل يدور حول توثيق أعداء أهل البيت وتجريح محبي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فالكل يعرف أن هذا ليس إلا من